ازاي اعمل مصدر دخل وانا قاعده في البيت؟ الاجابه طبعا هتكون شغل الهاند ميد، سواء كان خرز او كروشيه او تطريز او ريزن او كمان شغل الكونكريت. اهم حاجه انك تستغلي الوقت الاضافي في يومك. ولو عندك موهبه من دي بس انتي مش عارفه تنميها ازاي، فانا هبدا معاكي ورشه لكل عمل من الاعمال دي. هبدا الشهر ده باذن الله في الخرز، واعرفك انواع الخرز والخيوط اللي تمشي مع الخرز والخامات اللي تستخدميها والتكنيك اللي في الشغل، وكمان هقولك على كام فكرة عملتها عشان خاطر المبيعات تزيد. تابعي معايا الفيديو للآخر. أول حاجة أنا هحتاج خرز، سلسلة، حلقتين سهلين الفتح، ومغناطيس، وخيط. الخيط ده 60 وده برضه خيط 60. الأفضل إنك تستخدمي البكرة الكبيرة. أنا اخترت نوع الخرز اللي هشتغل بيه أو اللي العميلة عايزاه. أفضي جزء في أي طبق عندي، وابدأ بسم الله ونبدأ الشغل. اقطع جزء من الخيط 2 متر او متر ونص على حسب ما انا عايزة، بس انا كمبتدئة احاول ان انا ما اقطعش خيط كتير، يعني يكفي متر ونص. تمام. انا هنا هشتغل الشنطة بغرز رباعية. اخد طرف من الخيط واضيف فيه 4 خرزات، 1 2 3 4. احاول ان انا اسوي الخيط، احاول اسوي الخيط. وفي الخرزة الرابعة انا كده حطيت 4 خرزات في الخيط. اجي في الخرزة الرابعة وارجع فيها بطرف الخيط عشان اعمل حلقة او دايرة. تمام. يبقى الطرف الخيط اللي جاي منه الحلقة الرابعة، الخرزة الرابعة، ارجع اعديه تاني في الخرزية الرابعة دي، بس ما فوتهوش للاخر. تمام. عملت عندي هنا دايرة اهي، ما فوتهاش لان لو فوتها الخرزة هتطلع بره الخيط خالص. عندي الدايرة هنا، الدايرة دي اعدي منها الطرف التاني، اعدي منها الطرف التاني. تمام. عديت الطرف التاني، انا كده عملت العقد. اشد الخيط، لازم اشد الخيط جامد، واخلي العقده اللي اتعملت دي تعدي في قلب الخرزه من جوه عشان يكون الشغل شكله حلو ونظيف. اهم حاجه ان انا اشد الخيط جامد. تمام. اصبح عندي دلوقتي خرزه على الخيط، في خرزه اهي. تمام. عندي طرف يمين وطرف شمال، طرف على ايدي اليمين وطرف على ايدي الشمال. الطرف اللي على ايدي الشمال ده اعدي منه خرزه واحده كده. انا عديت خرزه واحده في الخيط، يبقى انا عندي هنا كام خرزه على الخيط؟ 1 2. الطرف اللي على ايدي اليمين اضيف فيه خرزتين 2. ادي خرزة موجودة اصلا اهي، والخرزة اللي انا ضفتها على ايدي الشمال بقى كده خرزتين 2. اللي على ايدي اليمين دي بقى اضيف فيه خرزتين 2. اصبح عندي كده 4 خرزات. ادي 1 2. وبما ان الطرف اليمين فيه خرز اكتر، برجع في الخرزة التانية. الخرزة التانية برجع فيها الخيط عشان اعمل فيها الحلقة اللي هقعد فيها، واسحب الطرف التاني. الحلقة دي اعدي منها الطرف التاني. تمام. كده انا عملت العقدة بتاعتي. اشد الخيط جامد واخلي العقدة دي تعدي في قلب الخرزة من جوه. تمام. اهم حاجة ان انا اشد الخيط جامد. هنا العقدة عدت في قلب الخرزة، خلاص عندي خرزة على الخيط اهيت. اضيف خرزة واحدة في الخيط اللي على ايدي الشمال، والطرف اللي على ايدي اليمين اضيف فيه خرزتين. 1 2. وعدي الخيط من الحلقة التانية، من الخرزة التانية. تمام. واسحب الخيط كده، عمل عندي العقدة. تمام. اتاني شغالة على هذا المنوال لحد ما اخلص الجزء. انا عايزة الصف ده كام حلقة؟
اكمل شغل. انا كده عرفت ان انا الطرف اللي على ايدي الشمال اضيف فيه خرزة واحدة، والطرف اللي على ايدي اليمين بضيف فيه خرزتين، وبرجع من الحلقة من الخرزة التانية اعمل فيها العقدة اللي انا هربط بيها الشغل. تمام. الطبيعي او العادي ان الشنطة بتبقى، او اغلب الشنط، اعمل ارتفاع الشنطة 9 حلقات، والعمق بتاعها يبقى 5، وعرض الشنطة هيبقى 13 خرزة. ده اغلب الشنط بتبقى كده. اهم حاجة انت تحددي الموديل اللي انت هتشتغلي عليه. انا هنا الشنطة دي العميلة احتاجت شنطة كبيرة، يعني عايزة شنطة كبيرة، فانا مش يعني زودت عدد خرز اكتر. تمام. اكمل اكمل زي ما انا شغالة، خرزة على ايدي الشمال واتنين على ايدي اليمين، واكمل الصف اللي انا هعمله. تمام. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت ما تنسيش اللايك والشير عشان يوصلك كل جديد. ولو تابعتي معايا الفيديو، في افكار كتيرة ومعلومات كتيرة في الفيديو هتفيدك كتير. اتمنى انك تكملي الفيديو للاخر. طبعا شغل الهاند ميد دلوقتي بقى هو الترند، واغلب اغلب المشاريع دلوقتي هاند ميد، يعني شغل المكرمية هاند ميد، والخرز شغال ترند جامد يعني حلو، والكروشيه وشغل الريزن. كل الحاجات دي هنتعلمها سوا في القناة بتاعتنا. نصلي على النبي كده ونكمل شغلنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هنا اعتبرت عملت كام حلقة، 1 2 3 4 5 6. اكمل. انا لسه هعمل صف كبير، لان انا هعمل الشنطة مرة واحدة، مش هعمل القلاب لوحده وجزء الشنطة لوحدها، لا انا هعملها كلها مرة واحدة، وبعد كده اقفل الجناب. تمام. اكمل شغل زي ما انا عارفة. الطرف اللي على ايدي الشمال اضيف فيه خرزة واحدة، واللي على ايدي اليمين اضيف فيه خرزتين. وبما ان اللي على ايدي اليمين فيه خرز اكتر، فيه خرزتين اكتر من الشمال، فبرجع في الخرزة التانية عشان اعمل فيها العقد. تمام. ده كده اساس كل الشنط، يعني الشنط كلها ده اساسي فيه، او اغلب الشنط. في شنط طبعا بتشتغل ب5 حلقات، وفي شنط بتشتغل ب6 خرزات، واغلب الشنط بتكون ب4 الشكل دي. انت اهم حاجة تحددي الموديل اللي انت عايزة تشتغلي عليه. تمام. طبعا من ضمن الافكار انك ازاي تسوقي لنفسك. اول حاجه ابدأي باللي حواليكي، بالمحيط اللي حواليكي، اخواتك، قرايبك، اصدقائك، عرفيهم على المنتج بتاعك. انت ابدأي شنطه ليكي، اكيد الكل هيشوفها، اللي هيعجبه شنطه هيقولك اعملي لنا. دي اول نوع من انواع الدعايه ليكي. تاني حاجه، لو انت عندك صفحه على الفيس او على الانستجرام، بتعملي لك، بتصوري المنتج بتاعك وبتضيفيه على الصفحة، تنشريه يعني على الصفحة. ومن هنا ممكن تكون البداية ليك ان شاء الله، ويكون سبب في باب رزق ليكي. اتمنى انك تكوني متابعة الفيديو معايا، وما تنسيش اللايك والشير. طبعا انا سرعت الجزء ده عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل، وتقدري الى حد ما تستفادي منه. تمام. طبعا حلو قوي ان يكون ليكي بصمة في اهم لحظات الانسان. يعني انت ممكن بشغل الهاند ميد، يعني مثلا مناديل كتب الكتاب، تطريز،
ليكي بصمة، يعني ليكي بصمة في شغل، في فرحة حد يعني. طبعا من ضمن شغل الخرز التيجان او الهيد بيس، برضك شغل ماشي برضك اليومين دول وشغال حلو. والتطريز يعني التطريز برضه لو مولود جديد بتبقي تعملي بتطرزي على على السولوبيت بتاعه او على الطقم بتاعه، بتعملي بتطرزي الاسم بتاعه على البطانية، على على السولوبيت بتاعه، يعني دي حاجة جميلة. نركز بقى في الخطوة اللي جاية دي، لان الخطوة ديت انا فيها هنقل على السطر التاني. كده انا خلصت عدد الخرز اللي انا عايزاه في الارتفاع ده او في الطول ده، عايزة انقل على السطر التاني. هعمل ايه؟ هضيف 3 خرزات في الطرف اليمين، او في الطرف اليمين هضيف 3 خرزات. ليه هتفضل 3 خرزات؟ عشان انا كده هبدأ انقل السطر التاني. انا هنا عندي خرزة اصلا موجودة على الخيط، تمام؟ عندي خرزة اهي موجودة على الخيط، اضيف انا بقى في الطرف، اي طرف فيهم هنخلينا في اليمين، الطرف اليمين هنضيف فيه 3 خرزات، تمام؟ 1 2 3. الخرزة التالتة دي هرجع فيها الخيط عشان اعمل الدايرة اللي انا هعمل فيها العقد، تمام؟ يبقى انا هنا في الخطوة اللي انا هنقل فيها على السطر التاني هضيف في طرف الخيط 3 خرزات، تمام؟ واعدي الطرف التاني، اعدي الخيط الطرف التاني واسحب الخيط واشد جامد عشان ايه؟ يبقى الشغل شكله حلو يعني، تمام كده. اشد الخيط جامد على قد ما اقدر، تمام كده. انا عندي الخيط اتنقل عندي في الايه، في الجنب اهو. بس كده الخيط جه في الجنب، دايما كان بيجي في الاعلى، دلوقتي جه في الجنب. يبقى طرفين الخيط طالعين من خرزة واحدة في الجنب، تمام؟ هعمل ايه؟ الطرف اللي عندي في الاعلى، الطرف اللي في الاعلى هضيف فيه 3 خرزات برضو. الطرف الاعلى ده هضيف فيه 3 خرزات، تمام؟ يبقى الطرف الاعلى هضيف فيه 3 خرزات، تمام؟ 3 خرزات هم. انا بوضح لك الصورة خالص، لو انت بتشتغلي معايا دلوقتي هتركزي معايا هتوصلي يعني. اضيف ال3 خرزات وارجع في الخرزة التالتة، تمام؟ ارجع في الخرزة التالتة واسحب الطرف التاني من الخيط واشد جامد، تمام؟ اشد جامد واعدي العقدة في قلب الخرزة زي ما احنا عارفين، تمام كده. انا عديت العقدة في قلب الخرزة. انا كده بقى عندي طرفين، طرف جنب الخرز وطرف بره. الطرف الخيط اللي جنب الخرز اعديه من خرزة واحدة في الجنب، خرزة واحدة بس، تمام؟ ركزي بقى في الخطوة دي اهي، خرزة واحدة بس اعدي منه طرف الخيط اللي جنب الخرز، تمام؟ عندي هنا خرزتين على الخيط، خرزتين. فاضل كام من الأربعة؟ فاضل لي خرزتين 2، اضيفهم في الطرف اللي بره او اللي على ايدي الشمال. الطرف اللي على ايدي الشمال ده هنا اضيف فيه خرزتين 2، 1 2، وارجع في الخرزة التانية عشان اعمل الحلقة، تمام؟ عملت هنا الحلقة، اعدي منها الطرف اللي على ايدي اليمين اللي انا عديت منه خرزة من الجنب، تمام؟ واشد الخيط اسحبه جامد لحد ما اعدي العقدة في قلب الخرزة من جوه، تمام؟ تمام. يبقى انا عندي الطرف اللي جنب الخيط اعديه من خرزة واحدة، اعدي الطرف من خرزة واحدة، اصبح عندي خرزتين 2 على الخيط. الطرف اللي على ايدي الشمال اضيف فيه خرزتين. عندي هنا انا خرزتين على الخيط، اضيف خرزتين في على الطرف اللي على ايدي الشمال، وارجع من الخرزة التانية اعمل الحلقة اللي هسحب منها الطرف التاني من الخيط. اكمل السطر كله بنفس الطريقة دي. يعني انتي لو تجيبي كيس خيط، كيس خرز، وتبدأي معايا الشغل اول باول كده، ان شاء الله باذن الله في خلال ساعتين هتكوني عملت الشنطة. الطرف اللي على ايدي الشمال اضيف فيه خرزتين
واعدي من الخرزة التانية واسحب طرف الخيط التاني واعدي الحلقة في قلب الخرزة او العقدة في قلب الخرزة. تمام. واكمل بنفس الطريقة، الطرف اللي جنب الخيط اللي جنب الخرز اعديه من خرزة واحدة، والطرف اللي على ايدي الشمال اضيف فيه خرزتين اتنين. تمام. يا رب يكون الفيديو واضح لحد كده والشرح واضح يعني. ولو في حاجة مش واضحة اكتبولي في الكومنت وانا هجاوب لكم عليها، او اعملها لكم، او اعمل لكم فيديو مخصص للحاجة اللي انتوا اللي مش واضحة لكم يعني. تمام. تمام. هكمل السطر كله بنفس الطريقة، وهكمل الشغل كله بنفس الطريقة. اما اجي عند اخر سطر اضيف اخر سطر عشان انقل في الصف التاني اضيف 3 خرزات واعدي في السطر التاني، وابدا في السطر التاني ب3 خرزات من الخيط اللي اعلى وايه، وهيبقى انا كده نقلت للصف التاني. عشان اجي اكمل انزل بالخرز طوالي اعدي الخيط من خرزة واحدة في الجنب زي ما هو واضح كده قدامكم في الفيديو، وعلى الطرف الشمال اضيف فيه خرزتين اتنين، واعمل العقدة في الطرف الشمال، اضيف خرزتين واعدي من العقدة من الخرزة التانية بالخيط، هيعمل لي حلقة اعدي منها طرف الخيط التاني واسحب الخيط جامد. ادي كل الفكرة في الشنطة بس. طبعا انا سرعت الفيديو في الجزء ده عشان وقت الفيديو مبقاش طويل قوي. ولو لسه متابعة معايا مواصلة معايا الفيديو لحد دلوقتي، ياريت ما تنسيش اللايك والشير.
وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد للورش اللي احنا هنعملها في القناة بإذن الله. لو تابعتي القناة هتلاقي فيها فيديوهات كتير عن إعادة تدوير الحاجات عندك في البيت، تقدري تعملي بيها أفكار جميلة. ده بالنسبة لبيتك. وبالنسبة لو انتي حابة تفتحي مشروع ولا تزودي دخلك، فبرضك هتلاقي فيها شغل الهاند ميد اللي انتي تقدري تتعلميه معانا واحدة واحدة. ودي أول ورشة أنا عملتها في القناة، وهو الخرز. تمام. أنا هنا كده خلاص بدأت. هبدأ أنقل على السطر التاني. عندي هنا الخيط فيه طرفين، أسيب الطرف اللي تحت وأشتغل على الطرف اللي فوق، اللي في الأعلى. الطرف اللي في الجنب أسيبه وأشتغل على الطرف التاني. أضيف خرزتين عشان أنا عندي خرزتين كده، أصبح عندي إيه؟ عملت الحلقة 4 خرزات. تمام. عندي الطرف بجيه في الجنب، أضيف إيه بقى؟ الطرف اهو جه عندي في الجنب، أضيف 3 خرزات. ليه؟ عشان أنا هبدأ سطر جديد. 1 2 3. وارجع في الحلقة عشان اعمل الحلقة اللي انا عايزاها، واسحب طرف الخيط كده. انا بدأت سطر جديد. تمام. اكمل الشغل اللي انا عارفاه. اعدي الخيط من الخرزة اللي في الجنب، بقى عندي خرزتين 2 على طرف الخيط، والطرف اللي على ايدي الشمال اضيف فيه خرزتين. نفس الشغل اللي فات، انا عندي خرزتين وعندي هنا اضيف خرزتين على الخيط، واعدي من الخرزة التانية علشان اعمل الحلقة واعدي الخيط. تمام. اكمل السطر كله بنفس النظام لحد ما اوصل للارتفاع او لعرض الشنطة اللي انا عايزاها. انا عايزاها كام في كام؟ تمام. اغلب الشنط زي ما قلتلك بيكون عرض الشنطة 13 خرزة، وارتفاعها 9 خرزات، والعمق بتاعها او الجنب بيبقى 5 خرزات او 4 او 3. ده على حسب الموديل اللي انت عايزاه وعلى حسب العميلة ما تطلب منك. تمام. اكمل السطر زي ما انا عارفة. اعدي خرزة واحدة، الخيط اللي جنب الخرز اعديه في خرزة واحدة، والطرف الشمال اضيف فيه خرزتين، واعمل العقدة واشد الخرز. تمام. تمام. يا رب يكون الجزء ده واضح ومفهوم.
انا هنا سرعت الجزء ده عشان احنا عارفينه، وهنا انا خلاص وصلت لارتفاع الشنطة او لعرض لمقاسات الشنطة اللي انا عايزاها. تمام، وعملت القلاب كمان بالمرة في نفس الخرز في نفس الشغل. تمام، هنا خلاص انا اخر حاجة زي ما قلت لكم، الطرف اللي جنب الخرز بعديه من خرزة واحدة. تمام، والطرف اللي على ايدي او اللي بره الخرز، اللي بره الخرز خالص او اللي على ايدي الشمال، بضيف فيه خرزتين اتنين. طبعا الشغل ده مع التكرار هيكون بالنسبه لك سهل. هو في الاول ممكن تقولي دي حاجات صعبه وحاجات معقده، بالعكس ده هو مع التكرار وايدك لما تاخد على الشغل تلاقي الموضوع معاكي سهل جدا يعني. اول شنطه قعدت معايا اسبوع اشتغلها. الشنطه دي ما كملتش معايا يعني، الحمد لله ما شاء الله، كانت حلوه يعني. ديت انا المفروض انا هنا علشان انزل بالسبعه اللي في الشغل دي بتاعت القلاب، هضيف الخرز في الطرف اللي فوق اللي في ايدي اليمين او اللي جنب الخرز. هضيف الخرز هنا ليه؟ عشان انا هنا عايزه انزل بالنزله بالسبعه اللي جايه في الشنطه دي. تمام، هضيف فيها الخرزتين واعمل فيها العقده الحلقه واشد منها الطرف التاني. تمام، انا صورتها لكم بالبطيء، يا رب تكون واضحه كده بالنسبه لكم. واشد الخيط لحد الحلقه ما تعدي في قلب الخرزه. تمام. تمام، طبعا انا هنا خلصت الشنطة. كان عرضها 25، والارتفاع بتاع الشغل اللي انا عملته كله 44. تمام، بالقلاب نبدأ هنا نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا هعمل ارتفاع الشنطة 9 خرزات. تمام، 9 خرزات. 9 خرزات بالنسبة لي معقولين. والعمق بتاع الشنطة هيبقى كام؟ عندي هنا 9، يبقى 5. 1 2 3 4 5. اعد ال5 خرزات وارتفع ببقية الخرز، يبقى انا كده حددت العمق بتاعي. هنا 5 خرزات اهم، 1 2 3 4 5. واحدد انا كده حددت. ادي جنب الشنطة الامامي وادي الجنب الخلفي وادي القاعدة بتاعت الشنطة. القاعدة هنا 5 خرزات. تمام، انا هنا حددت الشغل. عندي طريقتين بقى في شغل الجنب. اما ان اعمل جزء بره وارجع الجنب بره وارجع اقفله على الشنطة، او ان اشتغل دايركت على الشنطة مباشر يعني على الشنطة. اقطع هنا جزء من الخيط. انا برضك في الفيديو هوريكم الطريقتين، والطريقة اللي انت تحبي تشتغلي بيها اشتغلي بيها، الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها. تمام، قطعت جزء من الخيط. عندي هنا 9 خرزات وهنا 5. القاعدة بتاعت الشنطة 5 خرزات والارتفاع اللي قصادها 9 خرزات. تمام، لازم يكونوا الارتفاع بتاع الشنطة الامامي والخلفي قد بعض. هبدأ هنا اعدي الخيط من خرزة واحدة من الجنب مع خرزة من القاعدة. تمام، فقرة الخيط اهي. ادي اول خرزة من القاعدة اللي هم ال5 خرزات، اخد منهم خرزة واخد خرزة من الجنب من الارتفاع بتاع الشنطة. تمام، يبقى خرزة من القاعدة بتاعت الشنطة وخرزة من الارتفاع بتاع الشنطة. تمام، اعدي الخيط، يبقى كده انا عديت الخيط في خرزتين اتنين. تمام، يا رب تكون الجزء ده واضح. اشد الخيط واسويه بحيث ان انا ما اهدرش في نهاية الخيط، ما اهدرش منه كتير. اسوي الخيط هنا. دي بقى اللي هتعمل لي الزاوية بتاعت الشنطة او الجنب بتاع الشنطة. يبقى انا اول حاجة باخد خرزة من القاعدة مع خرزة من الجنب. تمام، واضيف خرزتين بقى بره الخيط. بس في انهي خيط؟ في الخيط اللي على ايدي اليمين او اللي هو جاي من جنب الشنطة من الارتفاع بتاع الشنطة، اضيف فيه خرزتين. وطبعا بعمل الحلقة في الخرزة التانية. تمام، عملت الحلقة اهيت. اما اجي اسحب الخيط هيبان الشغل، هيبان البداية يعني. تمام، يبقى انا اول حاجة اشد الخيط جامد. تمام، ادي اول حلقة في الجنب.
هشد جامد عشان الشنطة تبقى مشدودة وشكلها حلو. تمام، يا رب يكون التصوير واضح ليكم. الخيط اللي في ايدي اليمين اسيبه بقى خالص كده، اسيبه دلوقتي، واللي على ايدي الشمال او اللي في الجنب او اللي في الارض، اللي على ايدي الشمال، الخيط الطرف اللي على ايدي الشمال اللي ناحية الخيط، اللي ناحية الخرز اللي في القاعدة، اعدي في خرزة واحدة، اعدي الخيط ده في خرزة واحدة من الخمسة اللي انا سايباهم. انا خدت واحدة في الاول من الخمسة، بقى 3، واديني خدت التانية اهم، قصدي بقى 4، واديني خدت التانية اهي، ادي تاني خرزة من الخمسة اللي انا كنت حاسباهم في القاعدة، يبقى كده ايه 2. انا كده عندي خرزتين 2 في الخيط. تمام، الخيط اللي في طرف ايدي اليمين هضيف برضو فيه خرزتين. الخيط اهو اللي في طرف ايدي اليمين او اللي جايب رأسي كده او الاعلى، اضيف فيه خرزتين 2. ماشي، واعمل الحلقة بتاعتي اللي انا عارفاها وتعلمتها من بداية الشغل، واسحب الطرف التاني. سحبت الطرف التاني، اشد بقى الخيط. تمام، ادي تاني حلقة عملتها. ايوه، بحاول اصورها لكم من قريب، بس كمان الشنطة كبيرة فما ما كنتش اعرف اشتغل بيها وهي في التصوير ده. ادي اول حلقة، وادي الحلقة التانية زي ما انتم شايفين اهو. يبقى الطرف اللي فوق ده اسيبه، والطرف اللي جنب اللي في الارض او اللي تحت اعديه من خرزة واحدة من الخمسة. دي 3 خرزة صح؟ تمام، بقى عندي كده ايه خرزتين 2. اضيف بقى خرزتين هيبقوا 4. اضيف هنا بقى خرزتين هيبقوا 4 خرزات، واعمل الحلقة بتاعتي في الداية في الخرزة التانية، واسحب طرف الخيط التاني. يا رب تكوني مكملة الفيديو معايا لحد كده، وتكون الشرح واضح وفهمتي مني حاجة. انا كده خدت 3 خرزات، فاضل لي خرزتين. اخد خرزة اهي الرابعة اهي، اخد خرزة واحدة. تمام، بقى عندي خرزتين على الخيط، 1 2 3، ودي الخرزة الرابعة من الخمسة اللي انا عاملاهم في القاعدة بتاعت الشنطة. تمام، اضيف خرزتين في الخيط اللي فوق. لازم اشد الخيط جامد عشان الشغل يبقى شكله حلو ومرتب كده ويكون مشدود. عندي هنا ال4 خرزات اهم اللي انا خدتهم، فاضل الخرزة رقم 5. الخرزة بقى رقم 5 هاخدها، اخد الخرزة رقم 5 مع واحدة من الارتفاع من جنب الشنطة، مع خرزاية كمان من جنب الشنطة اللي هما ال9. انا كده خدت خرزاية منها اهي من الجنب اهو. تمام، يبقى انا كده عندي كام 1 2 اهو. عندي كام خرزة على الخيط؟ عندي 3 خرزات. هنا في المرة دي هضيف خرزة واحدة بس. ليه خرزة واحدة بس؟ عشان انا عندي 3 خرزات على الخيط. تمام، خدت عندي اساسا خرزة على الخيط، وخدت الخرزة الخامسة اللي من القاعدة مع خرزة من اللي في الجنب، بقوا كده 3، والرابعة اللي انا هقفل بيها الايه الحلقة. تمام، ركزي بس شوية معايا شوية في الجزء ده، والله الموضوع سهل مع الاستمرارية هيكون سهل خالص. تمام، بقى عندي كده خرزة واحدة على الخيط. تمام، الخيط هنا بقى، الخيط اللي في الارتفاع اللي جنب الخيط اللي على ايدي الشمال، هاخد خرزة من الارتفاع، من ارتفاع الشنطة اللي هما ال9. انا خدت واحدة بقى 8، اخد التانية اهي، اخد خرزة اهي
بقى عندي كده خرزتين، اضيف خرزتين. في المرة دي انا هضيف في ايدي ايه، في الخيط اللي على طرف ايدي الشمال. ليه؟ لان انا همشي عكس بقى المرة اللي فاتت كنت بضيف على اليمين عشان انا كنت ماشية باتجاه ناحية الشمال. المرة دي هنضيف من الخرز الخيط اللي على طرف ايدي الشمال عشان اروح ايه ناحية ايدي ايه اليمين، او ناحية الطرف اليمين، واشد الخيط جامد. تمام. واعدي الخرزة اللي تحت اللي ناحية ايدي اليمين، اعديها من خرزة واحدة من الجنب. يا ريت لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش اللايك والشير، ولعل تكوني سبب في نشر الفيديو، يكون حد تاني يستفاد برضو، يكون باب رزق ليه، والدل على الخير كفاعله. فانت اكيد لو شيرتي الفيديو وحاسه انك استفدتي منه وشيرتيه، اكيد ليكي وردك الجزاء يعني. تمام. اضيف هنا بقى خرزتين، واعمل العقده بتاعتي الحلقه، واسحب الطرف التاني.
انا هنا قفلت الجنب خلاص كده، وبنهي الخيط بتوه في قلب الخرز عشان يكون الفينش بتاع الشنطة شكله حلو ونضيف. تمام. وانا قلت لكم ان انا هوريكم في الفيديو ده طريقتين اتنين لتقفيل الجنب. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنت لو عايزين تصميم انهي شنطة، الدائرية او الشنطة القلب، او الشنطة في شنطة تانية اللي هي القلاب ديت. اي تصميم انتوا عايزينه وعايزين شرح ليه او ورشة ليه، اكتبوا لي في الكومنت وانا هنفذ لكم ورشة ليه او فيديو ليه مخصوص.